السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم وكيف أحوالكم؟ يا رب تكونوا بخير بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال وأفضلها، ومرحبا بكم في قناتي مطبخ أم شفاء. اليوم راح نشارك معكم بعض المشتريات ولا القضيان من مواد التنظيف والمواد الغذائية، وأيضا مشتريات أخرى. راح نشارك معكم أيضا وصفة باذنجان مشوية بصلصة الطماطم من أروع ما يكون. ونبداو على بركة الله بمواد التنظيف. عندي هذا الصابون السائل للماشينة للملابس، خرج لي رائع، ريحته شابة، و55,000. شريت أيضا هذا جل جافي سوبر كلين، ولكن ما عجبتنيش ريحته بزاف. هو ينقي يعني مليح ويرغوي، والثمن تاعه يعني مقبول 20 ميل. شريت أيضا هذا فانيش الخاص يعني الصابون السائل الخاص بالماشينة نتاع الأواني، هي اللي هي لافيسيل. كاين هذا فورس اكسبريس، يكون شوية رخيص، يدير 80 ميل، ولكن السعة نتاعه تكون 700، بعكس فانيش هذاك اصلا تاع لامبورطاسيون يعني يكون غالي. المهم في النتيجة ما كانش فرق كبير، ولكن يعني كاين فرق. تلاحظي بلي الاواني تخرج خير بفانيش تاع هذا لامبورطاسيون افضل من فورس اكسبريس، ولكن يعني نتيجة ماشي كبيرة بزاف. وهذا البرودوي الخاص بالثلاجة، منظف الثلاجة صحي يعني، فرحت اللي شريته. نحى ليا بزاف تاع التعب. وايضا تقدري تنظفي الثلاجة والمواد ولا الاشياء اللي فيها ما تنحيهمش، يعني صحي وما فيهش مواد كيميائية مضرة، ولكن للافضل انك تنحي وترشيها كان شوية او تمسحي يعني بسهولة. يعني تقدري هاد العملية ديريها كل يومين ولا 3 ايام ولا كل اسبوع، الثلاجة نتاعك تبقى نظيفة وتشعل شعيل. هذا الملح الخاص بآلة الغسيل، لافيسيل يعني آلة غسيل الأواني. كاين هذا 20 يدير 25 ميل، والآخر يدير 80 ميل، ولكن هذا كيلو، هذاك 2 كيلو. طبعا أنا راني نوريكم في المنتجات باش يعني تعرفوا المنتجات الغالية والمنتجات الرخيصة، وأيضا الحاجة اللي مليحة والحاجة اللي نص نص يعني. هذا هو عيب لافيسيل اللي هي ماشينه تاع غسيل الاواني، تحتاج دي برودوي، وهذوك البرودوي غاليين. هنا هذه الريحه تاع للديار والمكاتب، شريتها 100 ميل 100,000 ولكن تعطيك واحد الريحه 24 ساعه على 24 ساعه. ريحه هذيك البيت ولا هذاك البيرو تفوح بالرائحة العطرة والجميلة، يعني من أروع ما يكون. نحيت لها فقط هذاك البوشون، تنحي لها أيضا حضور الغلاقة راها الداخل، وتحطي هذوك العيدان، وتحطيها طبعا في مكان يكون عالي، خصوصا اللي يكون عندها الدراري يعني صغار، باش ما يشربوهاش ولا يأذيو رواحهم. ولكن الا كاش عندك دراري ولا دراري كبار، تحطيها عادي فوق لا كوافيز ولا فوق لا طابل دو نوي، ولا في اي مكان تفضليه نتيا. ريحه تعطيكي رائحه رائعه ومنعشه. ونكملوا باقي المشتريات. شريت هاد الورق يعني 22 ميل، لفة كبيرة يعني، من النوعية الممتازة. صاك بوبال شريت زوج تاع الأنواع، يعني هاد النوعية العادية اللي مدارين نشريوها، وأيضا واحدة أخرى تجي كبيرة زرقاء، تجي يديها يعني متان ما يطردقوا ما والو. شريت أيضا الأومو الخاص غسيل اليدين. وشريت هذيك الريحة أيضا نستعملها في هاد لاباراي اللي هي أوتوماتيك، يعني تطلق لك الريحة. انا دايرتها هذه من جهه عزكم الله من جهه الصال دو بان، يعني باش تخلي الريحه رائعه. لانجات يعني زوج. ايضا شريت مساسك كانوا ما عنديش، يعني كانوا ما يكفيونيش. الصابون السائل، وايضا هذه ايضا مازال باقي مواد تنظيف اخرى، يعني كانوا منهيها ما شفتهمش يعني مع المواد الغذائيه، ولكن دوك نوريهم لكم يعني مع المواد الغذائيه. طبعا فت هذوك الادوات ولا مواد التنظيف، حطيتهم في المكان المخصص لهم، ومسحت وجبت المواد الغذائيه ولا القضية الشهري، يعني يعني فقط اللي كانوا خاصني. كانوا عندي يعني المواد الغذائيه تقريبا كامل، فقط اللي كانوا خاصني هما الطماطم المصبره، النوعيه الجيده نتاع جومبو، يعني روعه الطماطم تاعهم. السكر بطبيعه الحال شريت 5 كيلو، يعني باش يبقى لي كي ندير الكيك والحلويات. المايونيز شريت زوج تاع الانواع، طون تاع الزيت، قهوه سريعه الذوبان، كريم فريش خاصه بالطهي زوج، يعني زوج نوعيات. شوكولا ايضا خاصه بالطهي، كونفيتور تاع الكرز خرج روعه. شامبينيون معلب، وايضا انواع تاع الكاطو. فخوماج هذا يعني روعه. أيضا شريت فقط طعام روز، يعني الرز عدة أنواع، الأبيض والبسماتي.
وايضا شريت هاد السيرو خاصين بالكرز. الشوكولا شريت زوج تاع الانواع لانه يعني ولادي يديروها في الخبز الصباح يتقهواو بها. ايضا اللحظه، فخوماج خاص بالساندويتش، الزبده، فخوماج ايضا خاص تاع الحلو يعني تاع لي غراتان ولا لي صوص بلونش. وايضا شريت يعني كريم فريش ايضا خاصه بالحلويات وبالطهي. يعني هذيك خاصه بالحلويات وهذيك خاصه بالطهي. قهوه يعني نتاع براس ولا في الغلايه ولا كما قلت لكم. يعني شريت فقط المواد اللي كانوا خاصني ولا محتاجتهم. ما شريتش يعني الامور اللي كانت عندي ولا القضيان اللي كان عندي. هادو شريتهم نقدمهم كانوا مجال بنتي يعني سديها معاها الصباح كي تمشي للروضه عند 10 ضروري خاصهم ياكلوا لومجه يعني كامل ياكلوا. شريت ريزيل هاد الزوج تاع الانواع فورس اكسبريس. هادو هما مواد التنظيف. هذا ايضا الملمع ولا الخاص بلافيسيل يعني آلة الغسيل. والله ماني عارفه اش غيدير 120 125 ما عقلتش. ايزيس طبعا تاع المعن. شوكولا يعني اللي يديروها في الحليب طبعا دائما نشريها لهم. هادو هما المشتريات فقط اللي شريتهم. كما قلت لكم كان عندي الحمص، العدس، الرز، المقارون، السباغيتي، اللوبيا، يعني كان عندي تقريبا كامل المواد الغذائيه. فقط بغيت نشري لولادي طبعا الكاطو والشوكولا وهاد الامور اللي احتاجتهم. ايضا لي كريم فريش في فروماج هادو باش نطيب بهم يعني. وكانوا هادو هما كامل مشترياتي من المواد الغذائيه ومواد التنظيف. وايضا شريت قدره وكسكاس. يلا مع بعض نحلوها ونشوفوها كيفاش دايره. ها هي راها في العلبة نحلوها مع بعض. طبعا نحيت لها السكوتش وبديت نحل فيها. صناعة برتغالية، النوعية إينوكس من النوعية الجيدة يعني 18 sur 10. صحية وأيضا متينة ورائعة. هذا هو الغلاقة تاعها تاع الزاج، الكسكس تاعها. وهذه القدرة يعني رائعة جدا. يعني طيبت فيها الكسكس رائعة. كي تغسليها تبقى تبريي ما تحول ما تزول ما يتبدل لونها ما والو. شوية في اليدين تكون تسخن. يعني لازم دايما تحضري منها وترفديها يعني بحاجه بسربيته ولا طرشونه ولا راني طبعا نغسل فيها كما راكم تشاهدوا باش مباشره نطيب فيها. يعني جبتها باش نطيب فيها الكسكس. يعني هذا كاين اللي يطيروا بالخفه هاد السقات وكاين اللي يعني يبقاو كما راكم تشاهدوا ما بغاوش يطيروا. راح نوريكم يعني كيفاش نحيتهم. طبعا غير حكيت هكا نيه مليح مليح بالمحكه. وهذا هو الحاجه المليحه في الاينوكس يعني تحكيه بالسلك بالحبيله باي حاجه ما يصرى له والو، ما يجرد ما يفسد ما يخسر ما يتبدل لونه ما والو، يبقى يعني رائع. هنايا لصقت لي الكولا كما راكم تشاهدوا. هذاك المربع مازال باقي. جبت خفت ندير بالخدمي يعني تنازلت يعني خفتها تجرد ولا يبقى فيها يعني هكا خطوط. جبت فورس اكسبريس درتها في هذيك البلاصه اللي كانت يعني باقيه تاع المربع تاع الكولا. يعني طارت يعني روعه بالخفه. يعني كما راكم تشاهدوا هي حكيتها دروك مشات كامل ما بقات. شللتها بطبيعه الحال مليح مليح ومشيت مباشره درت فيها الطعام. يعني درت الرواد تحتها والطعام الفوقه. يعني فورت لي بسهوله وبالخفه بسرعه. يعني فرحت بها بزاف. المهم درت يعني عادي المرقه ولا البويون تاع الطعام تحتها ومرقت وخليته حتى بدا يعني يغلي. ودرت الطعام بعد ما غسلته طبعا خليته ينشف وفتته. درته من الفوقه وبلعت عليه وخليته يبخر بهذه الطريقه. ونمشيو نديروا الوصفه نتاعنا نتاع الباذنجان اللي هي وصفه يعني تجي عشاء سهل وخفيف وسريع. عندنا الباذنجان طبعا بعد ما غسلتها وخليتها تنشف ونشفتها مليح. قطعتها بشكل طولي كما راكم تشاهدوا بهذه الطريقه. يكون السمك تاعها يعني اقل من 1 سنتيم، يكون رقيق كما راكم تشاهدوا. يعني والكميات تختلف على حسب. وجيبوا يعني باذنجان تكون حلوه، ما تجيبوش يعني باذنجان تكون مره ولا حاره ولا فيها الزريعه بزاف. هنايا مباشره ندير فيها شويه زيت شويه ملح وشويه فلفل احمر باش يعطينا اللون الاحمر الجميل. فقط هادو هما المكونات اللي درتهم. نخلط مليح مليح كما راكم تشاهدوا وندخل هذاك الزيت وهذيك يعني هذاك الفلفل الاحمر والملح في كامل يعني باذنجانات اللي راهم عندي ونسرحهم في صينيه. طبعا نحط ورق الزبده باش ما يلصقوليش ولا ينحرقوا ونسدفهم كما راكم تشاهدوا هكذا وندخلهم للفرن نشويهم من تحت ومن الفوق. كي يطيبوا نحيوهم
بالنسبه للصلصه ولا صلصه الطماطم، يعني نستعملوا الصلصه العاديه ولا اللي موالفين نديروها. انا فضلت نديرها بالبصل باش تجيني شويه حلوه، والثوم قشرت يعني حبه بصله كبيره، وحوالي 4 ولا 5 فصوص ثوم يكونوا يعني كبار. رحيتهم ودرتهم في الزيت يتقلاو، رحيتهم يعني مع بعض الثوم والبصله، درت شويه زيت وخليتهم يتقلاو مع بعض حتى يدبالوا. بعد ما يتقلاو لنا شويه نضيفوا عليهم شويه طماطم مصبره ايضا نقليوها، ودرت هنايا فلفل احمر في ملح، وايضا شويه توابل تاع البيتزا، ورحيت حبه طماطم كبيره وزدفتها عليهم. بعد ما شوتنا هذيك البرانيه في الفرن، نجيبوا هذيك صلصه الطماطم ونحطوها عليها من الفوقه. بهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا كما نديروا البيتزا، يعني حتى الطعم تاع الصلصه درتها بذوق البيتزا باش تجيني شباب. حطيت ايضا فرماج موتزاريلا، شيدر، اي جبن يكون عندك ابيض، حطيته من الفوقه ودخلته للفرن من فوقه من شويه باش يذوب لي فقط هذاك الفرماج. وكانت هذه هي النتيجه. وصفه سهله سريعه خفيفه ظريفه، خصوصا ان يعني لما تكون عندك الباذنجان وما تعرفيش واش ديري بها، دير هذه الطريقه تجي رائعه. وخصوصا والناس ايضا اللي ما يبغيوش الباذنجان المقلي مشوي يجي روعه وما يجيش فارق يعني ابدا على المقلي. كان هذا هو المحتوى تاع اليوم، الفيديو تاع اليوم. نتمنى ينال اعجابكم وتعجبكم الوصفات ويعجبكم المحتوى. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات، وما تنساوش تخليو لنا ايضا رايكم واستفساراتكم في التعليقات. بالصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى